الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان بالنسبة لدرس النحو. أول درس النحو الإعراب والبناء، وبنقول يا رب يا رب كده اجعل لنا النحو سهل. وبعرفكم ان يوجد على قناتي بفضل الله سبحانه وتعالى شرح وافي جدا، اكتر من فيديو في شرح وافي لدرس الاعراب والبناء بالتفصيل، وفي فيديو يعني مختصر كده للناس اللي زهقانه كده وعايزه تعرف يعني ازاي تطلع معرب ومبني من القطعه بطريقه اسرع. وهعمل لكم رابط الفيديوهات اسفل هذا الفيديو اللي هنحل فيه الاسئله. ونبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. البناء هو ثبوت شكل آخر الكلمة مهما تغير موقعها في الجملة. طبعا الكلام صح، نضع صح وغلط، الكلام صح. كلمة المبنية هي اللي شكل آخرها ثابت. من الأسماء المبنية الضمائر، فعلا الضمائر مبنية زي أنا، ما بتغيرش تشكيل آخرها. أنا لو جت مبتدأ بتبقى أنا، مش بحط عليها ضمة أقول أنو. أسماء الاستفهام زي كيف، محدش مرة كيف قال كيف أو كيفي، يبقى الأسماء الاستفهام مبنية. الأسماء الخمسة إيه هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فوزو، ودي بيتغير إعرابها، بترفع بالواو أو الأبو، وتنصب بالألف أو الأبا، وتجر بالياء أبي. إذا الأسماء الخمسة معربة، يبقى الكلام ده غلط. يبقى صح الضمائر مبنية وصح أسماء الاستفهام مبنية، لكن الأسماء الخمسة معربة، يبقى نعمل على الجملة كلها غلط. هذان وهاتان من الأسماء المعربة، تمام. احنا عارفين كل الأسماء الإشارة مبنية، اللي هذا هذه هؤلاء، ما عدا هذان وهاتان معربتان. ليه معربتان؟ لأنهم يعني بيعربوا إعراب المثنى، فبنقول هذان ونقول هذين. لو مرفوعة نقول هاتان، لو منصوبة أو مجرورة نقول هاتين. من الأسماء المبنية أسماء الشرط، أيوة أسماء الشرط مبنية ما عدا أي، تمام، أي معربة. جميع الأسماء الموصولة، جميع الأسماء الموصولة أسماء مبنية، لا مش كلها. الأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي واللاتي مبنية، ما عدا بتوع المثنى اللازان واللاتان بيعربوا إعراب المثنى، فبنقول اللازان واللازين واللاتان واللاتين. يبنى الفعل المضارع عند اتصاله بنون التوكيد فقط، لا مش فقط، يبقى نقول غلط، لأن الفعل المضارع بيبنى لو اتصل به نون التوكيد ولو اتصل به كمان نون النسوة. الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، تمام. يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصل به واو الجماعة، لا طبعا، يبقى لو اتصل بواو الجماعة بيبنى على الضم مش على الفتح. بننطق الكلمة ونشوف. يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان معتل الآخر، لا غلط. علامات بناء فعل الأمر زي مثلا بنقول إيه، صلي على النبي. لما بتقول، لو قلنا صلى يعني الفعل زي صلى ده فعل ماضي، صلى الله على محمد. لما تيجي تقول بقى تخليه في الأمر بتكتبه كده صلي، يبقى فعل الأمر اللي آخره حرف علة بإيه؟ بيجزم بحذف حرف العلة. وفي فيديو توضيح بالذات لموضوع صلى الله على محمد وصلي على محمد. ميز المعرب من المبني. هؤلاء طبعا ده اسم إشارة مبني. النجاح ده اسم معرب. ليه النجاح اسم معرب؟ لأنه أولا ليس من الأسماء المبنية، له ضمير ولا اسم إشارة ولا ظرف ولا اسم استفهام، ليس موجود في الأسماء المبنية. بالإضافة أنه بيتغير تشكيل آخره لما بيتغير موقعه في الجملة. أقول النجاح لو مبتدأ، أقول النجاح لو مفعول به النجاح، لو اسم مجرور إلى النجاح. هذا طبعا هذا مبنية. العادلون معربة. أنا مبنية لأن ما ينفعش أحط عليها ضمة في الآخر أو أغير تشكيلها زي ما أنا عايزة، فهي مبنية. السؤال ده بيتكلم عن ما وأنواعها، وفي فيديو يعني في شرح وافي جدا لما وأنواعها ومن وأنواعها. فأنا برضو هحط لك رابط الفيديو ده أسفل القناة في الوصف وفي أول تعليق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما ربك بظلام للعبيد. هل ما هنا نافية يعني بتنفي، بتقول بمعنى ليس، يعني ممكن أشيلها وأقول ليس ربك بظلام للعبيد، ولا هي موصولة يعني ممكن أشيلها وأحط اسم موصول زي الذي أو التي؟ هل ينفع أقول الذي ربك بظلام للعبيد، ولا هل هي شرطية؟ طبعا الشرطية اللي بتقول مثلا ما تفعل من خير تجده، الشرطية بتقول إن في شرط تعمله لو حصل هتحصل النتيجة دي. طبعا هي واضحة جدا، وما ربك بظلام للعبيد إنها نافية. نجح اللذان، اجتهد اللذان. هنا فاعل مبني على الكسر، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. اللذان دي اسم معرب ولا مبني؟ الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان بيعربوا إعراب المثنى. يعني الكلمة دي معربة، يعني أعربها عادي. نجح فعل ماضي، مين اللي نجح؟ مين؟ اللذان. يعني اللذان دي فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، يبقى خد دي فاعل مرفوع بالألف وعلامة رفعه الألف. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. كان الجو أمس حارا. أمس هنا خبر كان ولا ظرف زمان مجرور ولا وعلامة جره بكسرة، ولا ظرف زمان مبني على الكسر؟ هل أمس من الأسماء المبنية ولا المعربة؟ أمس من الأسماء المبنية، من الأسماء المبنية، وهنا مش هي الخبر لأن كان الجو حارا، حارا هي خبر كان. يبقى هناخد إيه؟ ناخد ظرف زمان مجرور علامة جره الكسرة، احنا قلنا عليها مبنية. الاسم المبني ما ينفعش، لازم أقول اسم مبني، ما ينفعش اقول على طول انه مرفوع ولا مجرور ولا كده. يبقى هناخد ظرف زمان مبني على الكسر، ظرف زمان مبني على الكسر. حيث تجلس اجلس. حيث هنا هل هي مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه؟ طبعا ما ينفعش خالص لان حيث مبنيه، فما ينفعش نقول مرفوع ولا منصوب على طول. ظرف مكان مبني على الضم، ظرف مكان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. احنا قلنا ايه؟ مبنيه، يبقى ناخد ايه؟ ظرف مكان مبني على الضم. تمام. ممكن بعد كده نقول في محل رفع. تمام كده. الطالبات يحرصن على الصلاة. يحرصن فعل مضارع مبني على الفتح ولا السكون والضم؟ هنا يحرصن، يحرص فعل مضارع اتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد؟ نون النسوة عشان بنتكلم عن الطالبات المؤنثات. فالفعل يحرصن، يحرص فعل مضارع اتصلت به نون النسوة. الفعل المضارع لما تتصل به نون النسوة بيبنى على السكون. من يسعى في الخير يفلح. من يسعى في الخير اللي هيحصل له؟ يفلح. يبقى من دي هل هي بقى حرف جر مبني؟ حرف جر؟ لا دي مش من عشان تبقى حرف جر. حرف الجر هو من مش من، دي من مش من، يبقى ما هياش حرف جر. اسم استفهام. هل هنا بسأل؟ يعني بقول من يسعى في الخير يفلح، في حد هيجاوب بعد كده على حاجة؟ ولا هي اسم شرط مبني؟ طبعا هي اسم شرط مبني لان بتقول ان في شرط لو احنا سعينا للخير النتيجة هنفلح. سلمت على المتفوقين. سلمت على هنا الفعل مبني على السكون ولا الفتح ولا الضم؟ طبعا سلم ده فعل ماضي، والفعل الماضي لما يتصل بتاء الفاعل بتبني على ايه؟ وانت حتى لو مش حافظها انت انطق وشوف الحرف الاخير في كلمة سلم ايه العلامة الإعرابية عليه. سلمت، سلمت، الميم كان على فتحة ولا سكون ولا ايه؟ كان عليها سكون، يبقى الفعل الماضي يبنى على السكون لما يتصل بتاء الفاعل. سلمت مبني على السكون، وانت الفعل الماضي بيعتمد على نطقك، يعني لو انت ما حفظتش تنطق الفعل الماضي وتشوف ايه التشكيل اللي نطقته لما اتصل بالضمير. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، مبني على السكون مبني على الفتح. طبعا الفعل يرضعن اتصل به نون النسوة. الفعل المضارع أصلا معرب لكن لما اتصل به نون النسوة ونون التوكيد بيبقى مبني. هنا اتصل به نون النسوة يبقى هنبنيه على إيه؟ مبني على السكون، يبقى هنبنيه على السكون. أراد فعل ماضي مبني على إيه؟ طبعا أراد ده فعل ماضي ما اتصلش بيه أي ضمير، طالما ما اتصلش بيه أي ضمير يبقى مبني على الفتح.
يتم فعل مضارع، يتم فعل مضارع طبعا معرب، ما اتصلش بيه لا نون النسوة ولا نون التوكيد، يبقى معرب. قبله ان، طالما الفعل المضارع قبله ان دي اداة نصب، يبقى ايه؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. اسم المعرب بعلامة اعراب اصلية، والاسم المعرب بعلامة اعراب فرعية، واذكر علامة الاعراب في كل منهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا دلوقتي بندور على علامات الاعراب، يعني بنتكلم عن اسم معرب، يعني الآن نبحث عن اسم معرب وليس اسم مبني. طيب ايه هي الأسماء اللي بتعرب بعلامة أصلية، وايه هي الأسماء اللي بتعرب بعلامة فرعية؟ اللي بتعرب بعلامة فرعية هي جمع المذكر السالم، يعني أي كلمة جمع مذكر سالم هتختارها، والمثنى، والأسماء الخمسة، وجمع المؤنث السالم لو كان منصوب فقط، جمع المؤنث السالم المنصوب. معلش مش عارفه اكتب عشان ماسكه الموبايل. طيب هي حكايه اصليه وفرعيه، اصل احنا عندنا علامات اعراب اصليه وغيرها يبقى فرعيه. يعني عندنا الاسم بيرفع بالضمه، لما اسم يرفع بالضمه يبقى دي علامه اصليه. ايه اللي بيرفع بالضمه؟ عندنا المفرد، اسم مفرد، كلمه مسلم، مصري، مسيحي، كتاب، اي مفرد هيرفع بالضمه. عندنا جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة، مصريات مرفوع بالضمة، عندنا جمع التكسير بيرفع بالضمة. طب امال ايه هو اللي بيرفع بعلامة اعراب فرعية؟ المثنى بيرفع بالالف. يبقى اي اسم يرفع، احنا بنتكلم عن الاسماء هنا، اي اسم يرفع مش بالضمة يبقى دي علامة فرعية. فانا عندي ايه اللي بيرفع مش بالضمه؟ عندي المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه. الاسماء الخمسه اب، اخ، حم، فوزو، بترفع بالواو مش بترفع بالضمه. طيب ايه العلامه الاصليه في حاله النصب؟ ان الاسم يكون منصوب بالفتحه. يبقى اي اسم ما ينصبش بالفتحه دي علامه فرعيه. المثنى وجمع المذكر السالم بيتنصبوا بالياء. الأسماء الخمسة أب وأخ بتتنصب بالألف، أو الآباء وأخا. جمع المؤنث السالم بيتنصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم بيتنصب بالكسرة. يبقى الحالة الوحيدة اللي جمع المؤنث السالم بيعرب فيها بعلامة فرعية هي حالة النصب فقط، إنما لما بيرفع بالضمة عادي دي علامة أصلية، ولما يجر بالكسرة دي علامة أصلية. نشوف مع بعض. المصريون أصحاب حضارة، نمسك كلمة كلمة. المصريون طبعا دي مبتدأ مرفوع بإيه؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. طب دي علامة أصلية ولا فرعية؟ طبعا علامة فرعية، يبقى نكتب عليها دي علامة فرعية، لأنه ما اترفعش بالضمة، اترفع بالواو. أصحاب دي جمع تكسير مرفوعة بالضمة عادي، يبقى دي علامة أصلية. حضارة كلمة بتعرب بعلامة أصلية. الطالبان مبتدأ مرفوع بالألف. النشيطان نعت مرفوع بالألف. محبوبان خبر مرفوع بالألف. كل الكلمات دي معربة بعلامة فرعية. في التأني السلامة كلهم علامة أصلية، مفيش حاجة فيهم علامة فرعية، كله أصلية. ما زال المطر منهمرا، كل المطر ومنهمرا علامة أصلية. إن الأمهات عظيمات، طبعا أمهات وعظيمات دي جمع مؤنث سالم. طيب لو مرفوعة تبقى علامة أصلية، لو منصوبة تبقى علامة فرعية. الأمهات اسم إن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. عظيمات اعرابها خبر إن مرفوع بالضمة، عظيمات تبقى دي علامة بقى أصلية. هنا عظيمات جمع مؤنث سالم، بس هنا معرب بعلامة أصلية لأنه هو مرفوع، وجمع المؤنث السالم بيرفع بعلامة أصلية، لكن هنا منصوب بالكسرة يبقى دي علامة فرعية. كلمة الأمهات تمام كده. الشمس ساطعة دي كلمات مفردة، يبقى دي الشمس مرفوعة بالضمة عادي، وساطعة خبر مرفوع بالضمة عادي، دي علامة أصلية. تحدثت إلى شباب مثقفين، شباب جمع تكسير يبقى مجرور بالكسر عادي، ودي علامة أصلية. مثقفين لا، هنا الياء هي، يبقى دي علامة فرعية. وطبعا مثقفين هنا اعرابها نعت مجرور بالياء، نعت مجرور بالياء تبقى طبعا طالما مجرور بالياء تبقى علامة فرعية، لأن العلامة الأصلية في حالة الجر هي الكسرة. عين الأفعال المعربة والأفعال المبنية مع ذكر علامة الإعراب أو البناء. شعر المصريون بذاتهم بعد الثورة. هو احنا هنا بنتكلم عن أفعال مش الأسماء، يعني المصريون دي اسم مالناش دعوة بيها.
انا بتكلم عن الافعال، هندور على الافعال وهنشوف الفعل معرب ولا مبني. طبعا شعر فعل ماضي. طب والفعل الماضي بيبقى مبني ولا معرب؟ مبني، مفيش افعال تانية خلاص. لن يضيع دم الشهداء، ادي يضيع فعل، دم اسم والشهداء اسم. انا عايزه الافعال. يضيع فعل مضارع، الفعل المضارع ده اتصل بينه النسبه ونون التوكيد، لا يبقى معرب. اصبر لتحقيق ما تريد، اصبر فعل ايه؟ امر، يبقى مبني، وهنا مبني على السكون. اصبر لتحقق ما تريد، اصبر لتحقق ما تريد، يبقى تحقق فعل مضارع منصوب، اللام دي لام التعليل، دي مش كلمة تحقيق، يبقى هنا طبعا دي مش كلمة تحقيق. ناخد بالنا، تحقيق اسم، كلمة تحقيق اسم، لكن كلمة تحقق دي فعل مضارع، وتحقق فعل ماضي. اللام لام التعليل، تحقق فعل مضارع منصوب بالفتحة بعد لام التعليل. انتصر المصريون في حرب اكتوبر، انتصر فعل ماضي مبني على الفتح. انتصر المصريون في حرب اكتوبر. لا تذاكر في الضوء الخافت، تذاكر فعل مضارع، واللا دي لانها هي، يبقى فعل مضارع مجزوم. طبعا ده فعل مضارع معرب، ليه معرب؟ ما اتصلش بيه لا نون نسوة ونون التوكيد، يبقى معرب. ايه علامة اعرابه؟ مجزوم بالسكون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوني، أدي فعل، ما أطعت الله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. بتحط خط تحت الأفعال وتشوفها بقى هي مبنية ولا معربة. قال أبو بكر الصديق: أطيعوني، أطيعوني فعل أمر، أطيعوا يبقى مبني، يبقى ما أطعت، أطاع فعل ماضي، أطعت وهنا دي تاء الفاعل يبقى مبني على السكون. أطعت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل. فإن عصيت جاية من عصى، برضو التاء دي تاء الفاعل يبقى هو مبني على السكون، يبقى الفعل عصى مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله. طبعا اتقي ده فعل أمر، والفعل ده لو كان مضارع كنا هنكتبه كده يتقي. ففعل الأمر لما يبقى مبني بيبنى على حذف حرف العلة، يبقى اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو الياء. اتقي الله حيثما كنت كان فعل ماضي، وطبعا الألف اللي في النص بتاعت كانت حذفت لاتصاله بتاء الفاعل ومبني على السكون، يبقى كنت كان فعل ماضي مبني على السكون واتحذفت الألف بتاعت كان. واتبع السيئة، اتبع فعل أمر مبني على السكون لأنه ما اتصلش بيه أي ضمير، واتبع السيئة الحسنة. ما استحق فعل ماضي مبني على الفتح. أن يولد، يولد فعل مضارع منصوب بعد أن، منصوب بالفتح، أن يولد. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، عاش فعل ماضي مبني على الفتح. ارفع فعل أمر مبني على السكون، ارفع رأسك. وقل فعل أمر مبني على السكون. أنا